في الآونة الأخيرة انتشرت الجريمة في الكويت بشكل ملحوظ، حيث أصبح معدل الضرب والطعن شبه يومي دون وضع أي اعتبار للقانون الكويتي. فهل أصبح القانون الكويتي بلا هيبة؟ هذا اللي راح نتعرف عليه أكثر مع ضيوفنا، كل من الدكتور محمد العجمي باحث في علم الاجتماع السياسي، والمحامي الأستاذ زيد خلف العنزي. لكن تابعونا بعد ثواني. أكيد نصبح عليكم بالخير وحياكم الله معنا في استوديو صباح الوطن. بداية أستاذ زيد، في ظل ما نراه من أحداث متتالية بالكويت، هل بتوقعاتك أن لا يزال هناك احترام أو هيبة للقانون الكويتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أتشرف بوجودي معكم في موضوعنا اليوم، هيبة القانون. أعتقد ما زال في أمل إن شاء الله أن ترد للقانون هيبته، وكيفية رد هيبة القانون بتطبيق القانون. أكيد. لما نقول اليوم كل جريمة، إذا في كل جريمة بتصير بنجيب شرطي ونحط، مو حل ولا هو علاج. العلاج مش في النصوص، العلاج في النفوس. يمكن دكتور محمد علم اجتماع وعلم نفس، يمكن اليوم العلاج في البيوت قبل الشارع، العلاج في البيوت قبل المحلات والأسواق، صحيح. قبل المحاكم، في نصوص، في خطوط عريضة، في قانون نغرس في الأولاد. وهذه مهمة الدكتور. يمكن أنا ما بدي أخذ القانون اليوم، لازم نفهم عيالنا في قانون اسمه الكراهية، عدم كراهية الناس وعدم تصنيف الناس. لا تقول لي، تجي لي تقول لي شيعي، سني، بدوي، احضري، لا، كلهم كويتيين. إذا مو كويتيين كلهم بشر. صح. إذا ما كان أخوك في الدين، أخوك في الإنسانية. سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه عليه السلام. يعني اليوم هذه المفاهيم لازم نغرسها. حب المعلم، حب الشرطي. ليش الشرطي بأوروبا محبوب وردة، ولا شاف الأولاد يروحون يعطونا وردة؟ ما شفت في الكويت كلها إلا في قرطبة، في يمكن استضفتوه في الوطن. نعم. أخونا صاحب الدراجة النارية. نعم. بلال. يروحوا يعطونا في كل مناسبة. لازم نغرس في أولادنا حب القانون واحترام القانون، حب المعلم، حب المدرس، حب الشرطي. هذا لازم، لا ثقافة ما يحلها لا شرطي ولا يحلها قاضي ولا يحلها محامي. نعم، نحن نتكلم عن البداية. عندما تفضل الأستاذ وقال أنه لابد من البدايات أن تكون من الأنفس. إذا كانت الأنفس غير صافية، غير نظيفة، والكل يعلقها شماعة على مكان آخر، الكل يقول الإعلام فعل ذلك، الكل يقول أن هيبة القانون ضعيفة، الكل يقول أن الأطباع الخارجية تشجعنا على ذلك، فأين نحن من أنفسنا؟ عندما نتحدث يعني عن هيبة القانون والمساس بهيبة القانون، إنما نتحدث عن المساس بهيبة الاستقرار وهيبة الوطن نفسها، وهيبة أيضا سلامتنا أنفسنا. يعني مسألة كبيرة جدا. لربما كان في عام 2011 أنا يعني عملت هذا الكتاب، وهو الكويت والانتماء. الكويت والانتماء، لأننا بالفعل في مجتمعنا المجتمع الكويتي انقسمنا، وأصبح أيضا هناك ما يسمى بالانتماءات الفرعية. صحيح. انتماء للقبيلة، انتماء للطائفة، لكتلة معينة، انتماء لبعض التوجهات الخاصة وما إلى ذلك. لماذا وجدت هذه الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء الأساسي للوطن؟ بالفعل لأن القانون همش، كان هناك مساس كبير في هيبة القانون. ويعني كما أشار الأستاذ، يعني المسألة أيضا يعني تكمن بالنفوس وليست في النصوص، ولكن هذا لا يعني بأن النصوص مكتملة أو أنها تطبق بالفعل، لأن القانون للأسف
للأسف أيضا هناك يعني انتقائية في عملية التطبيق، وهذا سبب للانحراف أو عدم الإيمان بهذا القانون. يعني نرى قضايا عديدة تحدث ويحصل يعني نوع من التمايز في التعامل في تطبيقها، وهذا حقيقة يخلق يعني نوع من الإحباط ولربما القهر، وخاصة في نفوس بعض الشباب الذين يعني يتمردون على الواقع ويعني يتفننون في تكسير القانون والمساس من هيبته. نعم. لذلك أنا أعتقد أننا يعني أمام يعني أيضا قضية كما أشار الأستاذ تحتاج إلى استنفار مجتمع بكامله. لدينا مشاكل كبيرة تنطلق من الأسرة نفسها وطريقة إعداد الأبناء بالشكل الذي يعني يخرج أبناء متحابين محبين للحياة محبين للآخرين. كذلك أيضا يعني تنزع منهم الكراهية وتغرس مكانها المحبة والمودة، وهذا يعني النقطة الأساسية وهي تنطلق من الأسرة. نقطة أخرى تتعلق بالتعليم. للأسف لدينا التعليم مهابة المعلم غابت. المعلم كان له هيبة كبيرة، التعليم كان أيضا يغرس في نفوس الطلبة والدارسين حب الوطن والولاء والاحترام الآخرين وما إلى ذلك من قيم غابت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ونرى كيف يتعامل الطلبة مع مدرسينهم على عكس ما كان في السابق. أيضا مسائل تتعلق كذلك أيضا في اليوم نتحدث نحن متقدمون بشكل كبير جدا في مجال الفساد ومدركات الفساد على المستوى العالمي. للأسف احنا لدينا فساد مالي وفساد إداري، إذا هناك أزمة ثقة من المواطن في النظر إلى حتى تطبيق القوانين. نفصل أكثر بهالموضوع هذا، لكن أستاذ زيد خلينا نرجع حق نقطة أن الأحداث اللي صارت قبل الفترة الأخيرة يمكن متتالية، حدث بعد حدث، يمكن حتى الشارع الكويتي خلينا نقول الناس اللي عايشين بالكويت كلهم حاشهم حالة من الاستنفار ما قاعد يصير داخل الكويت. هل نقول أن السبب عدم تطبيق القانون بحذافيره، هو ما يسوي أنه نفسه أي شخص قادر أنه يسوي مثل هذا العمل قاعد يسوي لأنه عارف بالأخير ما راح يتحاسب وماكو قانون مثلا يطبق بحذافيره؟ هذا السؤال يبني عليه سؤال: ليش الناس ما تخاف من القانون؟ ما تخاف ليش ما قاعد يهمها لا حكم محاكم ولا ضابط ولا شرطي؟ لأن أول كان في عندنا في الكويت لما نجي على قضية القتل، وإحنا عايشين في قضايا قتل وطعن، ونبدأ من الأخير يعني قتل كان يصدر حكم إعدام في قضايا القتل. طبعا الحكم هذا مسؤولية القاضي وضمير القاضي وتطبيق النصوص، لكن لما نجي ننفذ هالحكم 100,000 حكم إعدام أنا اليوم ما أشوف تنفيذ، ما في رادع. العقوبة شنو الأصل فيها؟ الأصل الردع والزجر. في إنسان تقول له كلمة يمكن يخر ويطيح، وفي إنسان لو تضربه بسيف ما يهمه، لكن العقوبة الأصل فيها الزجر. إنه كان ينفذ حكم الإعدام في قصر نايف علانية، حتى شنو؟ ليشهد بالضبط. طائفة من الناس مو عبث، يعني اليوم الولد الأبو يقول وين كنت اليوم؟ والله شوف نفذوا حكم إعدام في القاتل اللي قتل الأطفال واعتدى عليهم واغتصبهم وقطعهم. أرسلت رسالة للي ينتوي شر، اللي يتأبط الشر، انه بيخطف طفل او يهتك عرض طفل او يرتكب جريمة او يطعن انسان او يسرق. هذه كلها رسائل ايجابية، انه والله هذا حكم، هذا قانون نص. شلون يكسب الهيبة؟ بتطبيقه ثم بعلانيته. مش تراني انه والله شنو عقوبة القاتل. ممكن الحين انا افرق بين طعنتين، طعنة قاتلة وضربة في عصا، وكلهم نتيجة واحدة. واحد طق واحد بعصا ومات، وواحد طعن واحد ومات. لكن القانون وضح لي، قال لي في ضرب أفضى إلى موت، وفي قتل عمد، وفي ظرف مشدد، سبق إصرار وترصد. هذه كلها لازم اليوم أنا أنور الناس، أثقف الناس. الثقافة القانونية منزوعة مفقودة في البلد. يمكن كل بلداننا العربي قليل يعني من يهتم في القانون غير المحامي والقاضي. طيب لماذا لا ننفذ يعني حادثة الجهرة من 2008، بعدها حادثة اللي اقتلت معزبتها في ليلة عرسها الأثيوبية، حادثة الهندي اللي دعم البنات في الشارع، حادثة الطعن الأخيرة، حادثة البنزين، حادثة الرميثية. طبيعة الإنسان يعني عجول. ننطر لما المتهم ترد عافيته بالسجن واحنا نقول حكم لا هذا؟ لا، طبيعة البشر عجولين، يعني خلق الإنسان من عجل. احنا نبي اليوم تصير القضية
باكر يحاكم عقب باكر يعلقونه. هذه مساس في الحقوق. ولكنها واضحة، أنت في ضمانات واضح. في ضمانات الدفاع. انا لما امكن له محامي يدافع عنه وياخذ حقه في الدفاع امام اول درجه وامام درجات التقاضي واستئنافيا والتمييز، اعتقد كلها بتاخذ لها سنه. يبقى التنفيذ، صدر حكم اعدام. اذا قلنا نتكلم عن صورتين، حكم نهائي منوط بموافقه سمو الامير توقيعه يوقع عليه. وهذه طبعا في جدل اليوم بين الغرب والشرق انه لازم هالصلاحيه هذه، وان وجدت في الدستور لسمو الامير، لكن نريح سمو الامير منها. في بعض الدول في فرنسا وغير قال لك نكلها الى لجنه قضائيه هي تبت. حتى هذه نفوس وهذه دماء. زين اذا توافق مساله الاعدام، اذا قاضي يتفق وقاضي ما يتفق، خوفا من ان يعدم ظلم او بالضبط. هذه يعني اليوم تنفيذ غير واجراءات التقاضي غير. اجراءات التقاضي اليوم عندنا قضاة لله الحمد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احد، اكفاء. لكن اليوم اجراءات التقاضي فيها نوع من التعقيد، نقدر نبسطها بمزيد من القضاة. اليوم اخاطب السلطه القضائيه، نزيد عدد القضاة، نزيد معاونين القضاء، سكرتارية اليوم تاخذ حكم على سبيل واحد ياخذ حكم اليوم تعويض، يدوخ كعب دائري قاعد له سنه وسنتين، يمل ما يبي هالقضيه، ما يقدر يحصل. لا في اعلانات، في اداره بس مو مغطيه الاحتياج، مندوبين تنفيذ، مأمور تنفيذ. اليوم هذه كلها السلطه القضائيه يبي لها شيء، وعندنا مجلس الامه في تجهيز جديد بالضبط، في حرس المجلس. صح، خلي السلطه بيد السلطه القضائيه، افراد من الشرطه مهمتهم الاعلان والتنفيذ، كل اريح مرفق القضاء، اريح السلطه القضائيه. اساس شنو؟ ان تحصل الاحكام بسرعه، يتم تطبيق الاحكام بسرعه. انا اليوم عندنا سلبيه، المحكمه تنطر متهم يجيبونه من السجن، تعطل باص السجن. هذا الشرطي دقوا على مخفر الصالحيه، دقوا على الاحمد يجيبوه. ده تدخل اختصاصات اربك وضيع واخرني. اكيد هذه يعني من السلبيات. واذا حبيت تتكلم، اذا عندك ملاحظه راح نرجع لك، بس ناخذ فاصل صغير ونرجع ان شاء الله. نستكمل حديثنا. النقطة اللي قبل شوي كان عندك عليها تعليق أستاذ، تفضل. يعني بس الإشارة، أنا أتفق مع أستاذ زيد بأن يعني بعض القضايا تحتاج إلى أمد من الوقت حتى أنها تنتهي إلى الحكم النهائي وتأخذ حقها من المداولة. لكن للأمانة هذه ليست مشكلة، المشكلة الحاصلة في تدخل الواسطة وتفشي الواسطة. لأن الدستور الكويتي من 183 مادة بأبوابه الخمسة يعني يشير إلى العدل والمساواة وما إلى ذلك من ضمان للحقوقيات والحقوق والحريات. نعم. وما إلى ذلك من جوانب. نعم. لكن للأسف أنه يحدث، وهذا النوع من الفساد المتأصل لدينا، في أصبحت ثقافة المجتمع للأسف في كل الجوانب، حتى يعني بدأت تنخر حتى تصل إلى القضاء، وهي يعني نخرت الجسد التعليم والاقتصاد وما إلى ذلك من جوانب، وهي الواسطة، تفشي الواسطة بشكل غير يعني بشكل مخيف وبشكل كبير جدا. هذا حقيقة يعني يفقد الثقة من المواطن في أيضا يعني القانون أو تطبيق القانون، وبالتالي يتمرد على القانون، ونجد كيف أنه يخترق الكثير من القوانين. كذلك أيضا يعني ما يحدث حتى في تطبيق القانون، إن أشرنا إلى نقص في بعض التشريعات. ما يحدث الآن في مجتمعنا هو صراع بين الكبار، صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. السلطة التشريعية بنفسها أيضا والتنفيذية لديها الكثير من المشاكل. سمو الأمير أشار في مرات عديدة وقال في مقولة مشهورة بأن لدينا فساد لا تشيله الجمال أو البعارين، في مثلا إشارة البلدية مثلا، فساد البلدية لا تشيل البعارين، هذه مقولة معروفة. وغيره من فساد متأصل موجود حتى في بداية دور الانعقاد وما إلى ذلك من خطابات سامية. طيب وغيرها نقر بوجود الفساد، إذا فساد مستشري وموجود. نعم. إلى أن يطبق القانون، إلى أن تتحقق العدالة في تطبيق القانون. هنا سوف يدرك المواطن بأنه يأخذ حقه من وين يطبق القانون، وهنا يقتل ويجد نائب يتوسط له في المخافة. هذا هو يعني سبب الفاصل، هذا ما يجعل الإنسان أو المواطن يتمرد على القانون، لأن هناك واسطة تنتظره فتنتشل من هذا المأزق ويخرج سليما معافى وكأنه مكافأ. طيب لماذا لا يكون هنالك قانون قد يكون ترى كلهم أهل، نسايب، ربع، قرايب، الكويت كلها أهل كبر، يدخل المخفر حتى لو هو على حادث وهو المتسبب، نسيبه
أخوه، ولد عمه، رفيجه، وكيل النيابة قد يغير بالأقوال، قد يقلب القضية على المجني عليه، فبالتالي قد يطلع منها على قولة إخواننا المصريين زي الشعرة من العجينة. هو لازم نفرق، وكيل نيابة محايد لا يعرف عمرو ولا زيد، المفروض، والقاضي لا عمرو ولا زيد. يكون السلطة القضائية حتى يكون حوارنا بعد دقيق وحتى نكون دقيقين. اليوم لما يجي إنسان متهم أمام وكيل نيابة ما يعرفه، ما له شغل، ما يمين يسار ما له شغل، والقاضي نفس الشيء. احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بعض أعضاء مجلس الأمة اللي أنا أستغرب، وكنت أقولها يمكن حتى على الملأ، أنه المفروض ما أشوف عضو مجلس أمة موجود في النيابة. ليش جاي؟ في ضحية وفي مجرم، أنت من معه؟ مع الضحية النيابة العامة كفيلة دفاع، تدافع عن المجتمع، عن ضحايا المجتمع، فبتاخذ له حقه. أنت مع المجرم، أنت شريك وياه، ولا جاي تفازع له؟ مثل يقول قبل، يقول أبوي يسلم عليك يبيك تفازع له، ما بتعرف تسلم. ليش جاي؟ في قضاء، أنت ثقتك بالقضاء، هذا سلوك، هذا السلوك السلبي. صح. اثنين، اليوم لما يدخلون الناس ويدخل عضو مجلس أمة في مخفر من مخافر وحدثت في الكويت، ويشيلون صندوق ويكسرون الضابط ويكسرون القانون. ليش انت تكون وقود هالمعركه انت يا وكيل؟ لأن عنده حصانه. بالضبط، انت المفروض تنأى بنفسك، انت عضو مجلس امه مهمتك داخل رقابه وتشريع، مو كعب داير. انت عضو مجلس امه، ليش رايح الكليه العسكريه عشان توظف عبد الله وخالد؟ لا، انت مو شغلك تروح الحرس الوطني توصل تبي توظف هذا ضابط وهذا حطوه. هذه لا تروح انت المناقصات، لجنه المناقصات كعضو وتبي. بس في حقائق استاذي، يعني اول ما يسوي اي شيء في لجنه مظالم تعرف فلان مخفر فلان، ما عليه. يعني هذا السلوك هذا احنا شجعنا عيالنا. ان اليوم صدر حكم على احد الضحايا المتهمين، وقفنا كل ما يصدر حكم ما يعجبنا نروح نتجمهر قدام قصر العدل. هذا غلط. أكيد غلط. ما عجبني شيء بالقانون اليوم مثل مرسوم الضروره، ليش انا اسوي هالمسيرات؟ القانون ما كفل للمواطن حق الاعتراض، لكن شنو نظمها؟ مظاهرات، أنا راح أدخلكم الموضوع، مظاهرات ومسيرات القانون واضح، إلا بترخيص. كل من دعا إلى مظاهرة يأخذ 2 سنين، من شارك 3 أشهر، من نظمها سنة. إلا بتصريح. يعني أستاذ نقدر نقول حتى المسيرات هذه اللي صارت داخل مناطق مخالفة للقانون، يمكن حتى اللي ولا واحد يكابر ويقول أنا عندي النصوص وحقوق. صح، قد ينظم مظاهرة في مصر مسموح فيها، لكن قانون نظمها في الكويت. إذا نبي نسلم نطبق القانون، والعدالة عمياء ما تعرف أسود وأبيض. أكيد. لازم نطبق القانون. نطبق القانون مثل ما قلنا، وخروا لا حد يتدخل في تطبيق القانون، خلى على الكبير قبل الصغير. هذه مشكلة. هذه النقطة أنا يعني في مادة 44 وأنت أستاذ القانون، نعم. تنص بأن للأفراد حق الاجتماع، نعم. دون الحاجة، نعم. إلى الإذن أو إخطار سابق، ولا صح. يجوز لأحد من قوات الأمن صح. حضور اجتماعاتهم الخاصة، صحيح. وأيضا الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات متاحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون، وأيضا على أن تكون لأغراض الاجتماع السلمية. طيب بس أنا بقول لك شغلة، بس دعني أكمل. تفضل. يعني مسألة تطبيق القانون وأن تكون مسيرات أو احتجاج سلمي تحصل في كل المجتمعات الديمقراطية، وحقيقة لا خير فينا إذا بالفعل أننا نغمض أعيننا عن ما يجري في الديمقراطيات الأخرى. صح. ويجب أن بالفعل نساهم في تعزيز الأمن وتطبيق القانون، وليس الانتقائية في تطبيق القانون. كذلك أيضا استخدام مثلا القبضة الأمنية، رجل الأمن وجد لطمأنينتي والإشعار بالأمن وليس لإرعابي. طيب ليش لما يطبق القانون رجل الأمن نقول أخو طق أخو؟ نعم، أنا معك. بدأت مثلا البوعزيزي، كانت بداية محمد البوعزيزي بصفعة على وجهه لإهانته، للمساس بكرامته، فمن هذه الصفعة وهو يبيع بعربة البقدونس لتنسف النظام في تونس، عربة بقدونس من هذا الشاب البسيط. نعم. إذن كرامة الإنسان، هناك قانون يطبق لكن لا تمس كرامة الإنسان. يعني بمعنى أيضا شاهدنا مسيرات والاحتجاجات والمظاهرات التي حصلت، سواء كانت المرخص منها أو غير مرخص. وغير مرخص أنا شخصيا ضد غير مرخص، أنا مع القانون متفقين. نعم، ولكن يعني وجدنا كيف يتعامل حتى في المسيرات التي حصلت في صباح الناصر، في الجهرة، في الصباحية، في مناطق عديدة، في كيفان وغيره. وجدنا أن قوات الأمن تعاملت مع أحداث مماثلة، ولكن مجاميع بقيادة معينة ومجاميع أخرى من رجال الأمن بقيادة معينة وتعاملوا مع الأحداث نفسها وذاتها، لكن هذه بسبب القيادة الحكيمة
بالفعل استطاعت أن تمتص غضبة الشباب وتطبق القانون وتهدئ الأوضاع. والجهة الأخرى من مجموعة أخرى أمنية بالفعل أججت وزادت، وبالفعل تفرعت مسيرات مؤججة في نفس المنطقة بسبب. أنا أؤكد على أن كرامة الإنسان مهمة جدا، وتطبيق القانون مهم جدا، ويجب أن تكون هناك صورة رائعة لرجل الأمن، وهو توفير الأمن لي وليس إرعابي. صحيح. وهذا ما يجب أن يكون. صحيح. وهذا يحتاج إلى إعادة تأهيل حتى رجال الأمن والاهتمام بهم، ولا يكون النسب المتدنية يذهبون للمجالات الأمنية. يعني يبلنا نفضة يعني أمور كثيرة أمور كثيرة حقيقة. توعية. بس أنا برد على الناس خلطت في حكم التجمعات. حكم التجمعات قال لك التجمع المباح اللي في الديوانية هذا ما عليه مشكلة. أكيد. المسيرات العامة في الأعياد الوطنية استثنى القانون. لو بس طبق العامة والمواكب. ايوه المواكب اللي هي شنو تصير في يعني عيد الوطني احتفاليه. القانون واضح. لا قانون 44 ما لم يقل. لا بس نظمها القانون، نظمها والمواكب وما الى ذلك. ارجع لها. ارجع لها. قال لك وما يخالف اعراف البلد. اعراف البلد لما تطلع اليوم مسيره في عيد وطني ما يبي لك اذن. في العرس ما يبي لك اذن، مع انها مسيره السيارات العروس يقول لازم تاخذ ترخيص يسمونه احتفاليات كرة القدم بالضبط ما فيها. فانا ارجع واقول ان القانون اليوم ما لازم نشحن الناس. وانا اعتبي على اثنين اليوم يمكن ما حد تطرق لها. وين دور وزارة الأوقاف؟ الأئمة الخطباء ليش لما صارت مشكلتنا ولي الأمر قعدنا نحتار نفسر منه ولي الأمر، ويجيني واحد يلوي عنق النصوص ويقول لي هذا ولي الأمر في الكويت كان موجود شيخ برا كان موجود ولكن بشكل سلبي. اسمح لي شيخ رجال الدين كانوا موجودين مع الأسف ما كان لهم دور إيجابي. ينطر فتوى من برا الكويت تقول لي أميركم أو وليكم أو رئيسكم شرعي مش شرعي. ليش أنطر أنا عندي قوانين وعندي نص. اليوم ولي الأمر وفي ولي شنو دور وزارة الأوقاف؟ ولماذا أشخص قيمة ولي الأمر على حسب حاجتي؟ حسب حاجتي. دور وزارة الأوقاف مفقود. أئمة خطباء. اثنين دور رجال القانون مفقود أو هو موجود بس ما كان له موجود ولكنه منقود. زين طيب. عليه نجي بس شغله بس واحده نسأل الناس ونرجع آخر واحدة ما عندي مشكلة بس واحدة. اليوم رجال القانون انقسمنا فريقين، واحد يكسر النص يقرب قريصه للنار، خبير دستوري ما عندنا انقسام في مع احترامي النار تحت قريصه. مع احترامي لاخواننا القانونيين واساتذه الكرام ما عندنا فقيه دستوري. عندنا باحثين، عندنا خبراء، خبير دستوري بعد 50 سنة. يحيى الجمل في مصر فقيه دستوري. ثروة عربي خبير دستوري. اليوم مجتهدين كلنا طلاب علم. ما يجب أن ننقسم ونقول والله الخبير الدستوري قال ولا تقربوا الصلاة. لا، عندنا اليوم الرأي والرأي الآخر، وفي نصوص من نلجأ له حكم المحكمة الدستورية نافذ. ما يصير أنا يصدر حكم محكمة دستورية وأقول على كيفي أطبقه أو ما أطبقه لأنه ما يوافق هواي. مشكلتنا فتاوى الهوى مصيبة وحنا على الهوى أترك لي طالع من شرعي. طيب خلينا نشوف آراء الناس. يمكن موضوعنا اللي قاعد نتكلم عنه اليوم واختراق القانون في دولة الكويت. نشوف هذا التقرير ونرجع. ضياع هيبة القانون هو عدم تطبيق القانون بحذافيره. يعني مثلا الجريمة تلقى مثلا قانون مثلا العقوبة لها كذا، تلقى لا خلاص الآن ما تطبق مثلا خلاص بالحذافير كاملة، يكون فيها يعني زي الالتواء لها مرة ثانية. السر هو طبعا عدم احترام القانون، وكذلك سبب مثلا كل ياخذ حق الشخص الآخر، أو مثلا عدم احترام مشاعر الآخرين. وبنعرف كلنا أن القانون إذا كان مثلا البلد أو الدولة فيها قانون مشى على الجميع، هذا ينطبق على الناس كلها. يعني أتصور أنه التساهل في موضوع تطبيق النظام والقانون، يعني هي بس مجرد أنه لو يكون في دور إعلامي أكثر أساس يثقفوا الناس بموضوع كيف تطبق القانون وكيف تلتزم بالنظام، تطبيق النظام. إذا التزم الناس بالقانون يكون على الأقل الأمور تمشي على طبيعتها، لكن لا تجاوزوا الحد ولا كذا تصير المسألة فوضى تصير بعدين. اللي شفناه من الناس لهم آرائهم الخاصة، ولكن هنالك ولي أمر وهنالك من هو تحت هذا المنصب وتحت إلى أن نوصل للشعب الذي يدير بالحكم أيضا مع ولي الأمر. وجودنا في هذه البلد من 300 سنة وأكثر،
ونحن تحت هذا الحكم وهذه البلد وكانت تمشي. لا زالت الخلافات موجودة لأن نحن على قولتهم نختلف بس نكمل بعض. لكن قاعدين نشوف أن هنالك قوانين بدأت في الفترة مو الأخيرة، قبل فترة كبيرة شوي، سايبها مو علشان ولي الأمر، لا، ولي الأمر موجود والقوانين موجودة وصارمة، لكن يظل من يطبق القانون في الأسفل، متى ما اشتهى طبقه، متى ما اشتهى لقى له ثغرات بالقانون يمشي فيها. ايش هالوضع اللي احنا فيه؟ أين ذهب ما يسمى يعني أحد المغردين عندما طرحت أن سؤال أن السبب المساس بهيبة القانون، وسوف أكون في الوطن على هذا الحديث، قال عبارة: لا خير فيك إن جاملت. والآن أشاهد أيضا من استطلعتم آرائهم من المواطنين يجمعون تقريبا بأن المشكلة في تطبيق القانون أو حتى العدالة في تطبيق القانون. إذن أولا إحنا في المجتمع الكويتي إحنا لا يمكن أن ننعزل لا عن الجغرافيا ولا عن التاريخ بالمرة، ونحن نتأثر ونؤثر فيه. أكيد. وما يحدث الآن في منطقتنا أحداث دراماتيكية مهولة. من يقول بأننا نحن في منأى عن ما يحدث في البلدان العربية من تغيرات قد تمسنا أو لن تمسنا، هي مستنا وتمسنا وستمسنا أيضا، وسوف نرى كيف تكون تداعياتها. لكن من الحكمة بالفعل أن نواكب هذه التحديات، وهي أشبه بالموج العاتي. إن بالفعل يعني خالفناها وأبقينا بشكل جامد سوف يطمنا هذا الموج وسوف ندفع الثمن باهظا. وإن بالفعل واكبنا هذه التغيرات والتحديات بشيء من العقلانية والحكمة والبصيرة، يعني اليوم المجتمع الكويتي بحاجة إلى مصالحة على كافة المقاييس، بحاجة إلى فتح الحوار الوطني، الحوار والتحاور وليس التناحر. أن يكون هناك صراع إيجابي، الصراع الفكري والاختلاف بالرأي، ولا يكون هناك صدام. هناك فرق ما بين الصراع الإيجابي، لكن سنة الحياة أن يكون هناك تغير يؤدي إلى صراع، والصراع يؤدي إلى تغير، وهذا حاصل. والآن لدينا تغيرات كبيرة وتؤدي إلى صراعات، وأخشى ما أخشى من الصدامات التي تحدث لدينا الآن. ما يحدث الآن في الفترة الأخيرة حقيقة يعني رأينا حتى من جانب السلطة كيفية تطبيق القوانين والتراجع عن بعضها وما إلى ذلك. رأيناها شاهدناها في مسألة الكوادر، وكيف أنها بالفعل عندما أصبح هناك تأجيج وإضرابات بالفعل أقرت الكوادر. شاهدنا كيف أن مواضيع أخرى يعني حتى من أقروا لهم رجعوا وطالبوا بالزيادة وحصلوا. وللأمانة وللمعلومية أيضا هناك شرائح لا تزال من العاملين لا تأخذ هذه الحقوق. صح. إلى هذا اليوم. وفي ناس لا زالت تؤيد إسقاط القروض، ناس ما تأيد، يعني نحن لا نعيش على هواء. هناك فئات محبطة، هناك فئات مقهورة لا تشعر بأن العدالة تحققت حتى في الزيادات في الرواتب وما إلى ذلك من امتيازات. أضيف إلى ذلك ما حدث في الآونة الأخيرة من انقسام وتحدي في الشارع الكويتي. اليوم شاهدنا كيف أن هناك عدد 7 من النواب الآن في المجلس الحالي أيضا يواجهون تهم تتعلق بالسمعة. أكيد دكتور محمد، لا يزالون يواجهون ذلك. وقتنا خلاص يعني قرب يخلص، بس أستاذ زيد كلمة أخيرة قبل لا نختم لقائنا المميز جدا. شنو هي الحلول بنظرك؟ لأن احنا عرضنا مشكلة لكن ما حطينا حلول لهذه المشكلة. حلول نبدأ، توكل على الله. أول حل، أول خطوة الاحترام للقوانين، احترام لرأس الدولة لسمو الأمير، احترام لرجال الدولة، احترام لمؤسسات الدولة، عدم كسرها. اليوم هذا واحد. 2 التوعية في البيوت، دور الإعلام. اليوم ما يمنع أن تصير اليوم حلقة تثقيفية، رسالة بس طفل يمسك احترمني، الحب، نشر الحب بين الناس. اليوم احترام، سياسة، ثقافة شلون تطلع من بيتك لما تروح السوق، ثقافة المدرسة اليوم دور، احترام رجل الأمن دور. في الكلية العسكرية وفي كلية الشرطة لازم نثقف رجل الشرطة، لازم نعلمه شلون أنت اليوم في أوروبا شو تشوف؟ سير، احنا يجيك وقف إجازة ودفتر ونزر، تاخذك العزة بالإثم. لكن فن التعامل هذا اللي مفقود. لما أجيب رجل شرطة ودرسه وعلم القانون وعلم الإجراءات، ضابط المباحث، لما تمسك ليش تطقه؟ ليش تضرب اليوم؟ ليش تقعد لي قضية الميمون خير شاهد رحمة الله عليه؟ ليش تعسف هذا في السماء؟ هذا يولد انفجار. لا، أعلم الضابط ما في داعي تطقه، في نيابة عامة، ورا النيابة في خطأ. أثقف المدرس إنه لما أتكلم مع الولد كلمة مثل الأم والأب لما تخاطب ابنها. صح. أعلم الولد، الطفل، الطالب، تكلم مدرسك عدل يا أخي، تكلم باحترام. ثقافة اليوم لما نزع الضرب من المدارس تمردوا عيالنا. أنا أذكر قبل يقول لك اللحم
ولنا العظم. والله يوم قلتها على الهوا ياهم قاموا شبوا علينا وللحين عندنا حقوق الانسان. طيب إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني واحد تقول له يا وليدي ويا حبيبي ويا اللحية الغامة ما يرد، تزجره يرتدع. اليوم خل اول يحطون قطعة خام على المحل ويمشي يروح يصلي. صح. اليوم تقفل قفل وتحط متاريس وتجي تلقاه مكسور. نرد الهيبة للقانون باحترامنا للقانون، باحترامنا لكبار السن، بنشر ثقافتنا احنا كمسلمين وعرب. اهل الكويت اليوم قبل عندهم ثقافة حلوة. نعم. الجار ما يعطي على جاره، يقولون اختم فيها. جاء واحد من الشياب ولقى ام عياله تبكي، شوف الحب قبل الناس على بعض. عسى خلاف قالت والله ابو فلان طلق ام فلان جارتنا، قال روحي انت وراها طارق. ليش؟ قال ابو فلان اكيد ما يخطي. شوف احنا ما نبي هالشكل، احنا نبي اليوم الحب. السني يحب الشيعي، انا والله اكره اللفظ هذا سني شيعي بدو يحضري. اقول كويتي، امسكها من اليوم نبدا نطبق ونخليها رساله بالعام الجديد، نودع عام مضى. اي والله. بشره وخيره ونبدا امل. وين اللي يقولون اياك والياس من وطنك؟ لا تيأس يا اخي، نبدا بعام جديد. يا وليدي ماكو سني وشيعي وبدو يحضري، كويتي وحبه. والحب يا اخي التسامح. هذا اللي وقفه قال له لو قال له تفضل. اي والله. الاحنف بن قيس اختم فيه، انا اخذت دور الدكتور محمد ويحذرني. الاحنف بن قيس جاء قاعد في مجلسه ومشهور احلم رجل في العرب حليم. جوه كان يقول له يا الاحنف ولد اخوك ذبح ولدك. جابوا ولد اخوه مربط وقطوه قدامه. قال فكوا وثاقه. روعتوه. من يقول واحد ذبح ولدي روعتوه؟ قال فكوا. قال يا ابن اخي اذهب ب100 ناقه الى امه اللي كسر قلبها. هذا اليوم نلقى اليوم احنف بن قيس في البلد، في العالم في احنف بن قيس. لو في احنف بن قيس ما عندنا الربيع العربي والمظاهرات والبلاوي الا الله يكفينا الشر. الله كريم ان شاء الله يا ربي بيعدل الامور. يعني انا نقطه اختلف مع يعني اتفق مع بنقاط كثيره يبينا ساعتين بالنسبه للقانون وتطبيق القانون لا شك، لكن مشكلتنا حقيقه في العداله في تطبيق القانون. نعم. اذا ما كانت هناك عداله سوف يستمر. يعني كلام جميل ان نطلب من شبابنا ان يحترموا القانون وان يطبقوا القانون بكافه حذافيره وان تعاد هيبه، ولكن كيف يطبقون القانون وهناك تمرد على القانون؟ لازم نشعر يعني نوصل رساله مدويه الى كل افراد المجتمع بانهم سواسيه وان القانون يطبق على الجميع. وان القانون ايضا ليس فيه انتقائيه. وانت اشرت لحادثه الميموني وغيره. يعني لا تعامل الشخص على اسمه او اسم عائلته او قبيلته، عامل على جرمه وبشكل متجرد. اذا ما حدث هذا بالفعل يعني لن يعني حتى الخطاب الديني او الاسره او التعليم او ما الى ذلك قضايا كثيره حقيقه يعني لازم يكون في تطبيق القانون بدون انتقائيه ويكون في عداله. حقيقه انا لست متفائلا كثيرا في القادم من الايام بالنظر الى الواقع والموجود حاليا. وما لم بالفعل يعني يستيقظ الجميع والقائمون على القانون بالفعل ان يطبقوه ويجعلوا الناس كلهم سواسيه ولا يكون هناك انتقائيه. تعديل الدوائر الانتخابيه يجب ان يكون كيف يكون دائره مثل الدائره الخامسه حوالي 120 ألف ناخب يختارون 10 ممثلين لهم، ودائرتين مكتملتين يختارون 20، يعني ما يكادون يكون نصف الدائره. فهذه يعني عدم وجود عداله. وقيسي عليها حقيقه الحديث عن غياب العداله. يعني انا اتمنى تكون ظنوني ليست في مكانها. لا ان شاء الله يكتمل. اتمنى ان نصلح الكثير من المثالب، ولكن نحن نتحدث هنا من انطلاقا من محبتنا لوطننا وليس لاي شيء. لا يكتمل البنيان إذا كنت تبني وغيرك يهدم. نبي البنيان والعمل إن شاء الله. عمل بنيان ولا يستقيم الظل والعود أعوج. نعم. إذا يمكن أمنياتنا في السنة الجديدة من حضرة صاحب السمو نناشدك ككويتيين وكمقيمين على هذه الأرض. حضرة صاحب السمو أنت قلتها يجب تطبيق القانون، فنتمنى إن شاء الله يعني الحمل عليك شوي ثقيل وثقلنا عليك كثير، لكن أبنائك ونطمع أيضا في كرمك بأن تطبق القانون على من يطبق القانون حتى يتطبق القانون حتى يصل إلى داخل منازلنا. آن الأوان أن نضرب بعصا من حديد حتى يتعظ. نقولها بالكويتي قبل كنا نقولها الحين وراح نقولها بعدين. اضرب المربوط يخاف المفتوح.